شو هاد؟ بهذا المكون السحري. اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم جبت لكم خلطة تسوى $1,000,000. خلطة رح تغنيكي عن استعمال كريمات، عن جلسات تنظيف البشرة، عن كل شيء كل شيء كل شيء. بتعرفوا انه بهذا الكيس فيه كنز حقيقي، وبشغلات كتير بسيطة ما بتتخيلوا شو هي، ما بتتوقعوا شو هي. مستحيل حتى نعرفوا كيف وشلون. تابعونا للنهاية. برحب فيكم من جديد. كتير عم يسألوني إنه بدنا خلطة فعالة ومجربة لتصفية الوجه من كل العيوب، مثل كلف ونمش وآثار الحبوب وحروقات الشمس. هالقصص كلها بدنا نتخلص منها بس بهذا المكون السحري. أكيد تحبوا تعرفوا وصار عندكم فضول تعرفوا ورح تعرفوا. اصبروا. بتمنى إذا لسه ما ضغطتوا لايك تضغطوا لايك، بكون أنا كثير ممنونة منكم. شوفوا شو هاد موز معفن. تعرفوا إنه الموز لما يتعفن قديش بتفرز مواد؟ لا، هالمواد بتفيد لتصفية الوجه. أكيد ما بتعرفوا، اليوم بدكم تعرفوا. يلا شوفوا الكنز الحقيقي. طبعا الموزين مغسولة وضبيتها خبيتها بالمكان بارد لمدة شي 20 يوم لحتى حصلنا على هذا الشكل. هذا الشكل لازم نوصل له. المرحلة يلي بعدها صحن بدنا طبعا فراولة كمان بتسلم عليكم. قولي هاي. رح تكون ان شاء الله دائما برفقتي. المهم بدنا ناخذ الموزة المتعفنة نفضيها بهذا الصحن. نهرسها ذاتا مهروسة، ما بقيان فيها شي، ما بتحتاج هرس. شوفوا هيك بالمشرمحة. شوفوا بالضبط. خلينا نغسل ايدينا. معلقة من حليب الأطفال، حليب بودرة ناشف. هلا بدنا نضيف نص معلقة من الكركم الأصلي، حصرا الأصلي نص معلقة. نرجع نخلطهم. بصراحة هاي روعة لازم تجربوها فورا. عن جد سحر. بشرة البيبي كيف مثلها صافية بدون مسامات بدون عيوب ورطبة كمان. ايه كيف نستعملها؟ طبعا نغسل الوجه ونجففها. نجربها على وجه فراولة هيك حتى على كامل الوجه. بعد 20 دقيقة نغسلها، وبس نغسلها نجففها. ضروري نستعمل كريم مرطب حتى نستفيد أكتر. نكرر استعمالها بالأسبوع مرتين فقط. هاي ما نرميها، كل ما تعفنت كل ما كانت أحسن. هدول بدنا نرميها. نغطيها كيس نايلون بهذا الشكل. نخبيها بالبراد. نستعملها بعد يومين 3. وطبعا الفرق بيبين من أول الاستعمال. ضروري تجربوها. وصلت للنهاية. إن شاء الله عجبتكم خلطتي.